لذلك مباشرة يبدأ الإمام الصادق عليه السلام بالحديث عن عظمة العباد في خدمة المؤمنين. عظمة العباد في خدمة المؤمنين. المرأة التي تمضي عمرها بتطبخ وبتنفخ وبتكوي وبتشتغل انه حتى ما يطلقها، او لانه هيك صارت القصة، تعرف كم تخسر اذا نوت في هذا الامر خدمة عيالها قربة الى الله تعالى؟ كم هو الثواب الذي تحصل عليه؟ هلا عندما نرى ثواب خدمة المؤمنين نعرف الجواب. يا ابن جندب، من سره أن يزوجه الله الحور العين ويتوجه بالنور فليدخل على أخيه المؤمن السرور. يدخل السرور على أخيه المؤمن. واحد يريد أن يفرح قلبا. إذا جاء الطفل من المدرسة وقال أن المعلم أو المعلمة يهتموا فيه، حكوا معه هيك، أنه فرحوا له قلبه، قديش بيكونوا الأهل ممنونين؟ أكثر من هذا بمليارات المرات يفرح الله عز وجل عندما يفرح أحدنا شخصنا أخاه المؤمن، لأن حبه لنا عز وجل أكثر بكثير من حب الآباء والأمهات. هذا المنهج هو الذي يمنع وجود الكآبة في المجتمع. هذا المنهج الحقيقي، أن يحرص الشخص على إدخال السرور ضمن الضوابط الشرعية في قلب المؤمن. بعد يا ابن جندب، طبعا هذه الفقرة في مكان آخر نقلتها إلى هذا المكان. يا ابن جندب، الماشي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة، وقاضي حاجته، يعني من يقضي حاجة أخيه، كالمتشحط بدمه في سبيل الله يوم بدر وأحد. وما عذب الله أمة إلا عند استهانتهم بحقوق فقراء إخوانهم. استهانتهم بحقوق الفقراء. هم بدنا ننتبه دائما أن أكثر صدقاتنا كاذبة. هذا ممكن نقول يعني كلها، بس خلينا هيك، خلي شوية احتمال. هذه ليست صدقات، هذه كذبات. السبب: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ونحن ننفق مما لا نحب، ننفق من الافراط. تنفقوا مما تحبون يعني ادفع للصدقة أكثر من ثمن العطر، أكثر من ثمن تكرم حذاء، أكثر مبلغ بتحبه، أنفق مما تحب، هي صدقة.